يا صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني كتير جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله هنتكلم في موضوع مهم، ولو عايز تعرف الموضوع يا ريت تتابع الفيديو من البدايه للنهايه. ويا ريت قبل ما نخش على الموضوع بتاعنا على طول، لو انت ما اشتركتش في القناه يا ريت تنزل تشترك، تدينا اللايك الحلو بتاعك، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو مهم جديد احنا بننزله. نخش على الموضوع على طول. الموضوع بتاعنا عن ايه يا صديقي؟ النهارده الموضوع بتاعنا عن عقود العمل، بس مش هنتكلم عن عقود العمل اللي كلنا عارفينها. احنا هنتكلم عن حالة خاصة، ناس بيجي لها عقود عمل مقابل الفلوس، يعني تدفع فلوس عشان يجي لك عقد العمل وتسافر. والموضوع ده ليه هتكلم عليه بالذات؟ هتكلم عليه لان انا من يوم انشاء القناة لحد دلوقتي بيجي لي اسئلة متكررة جدا. انا جالي عقد عمل مثلا مقابل 100,000 170,000، ادفع الفلوس واسافر ولا لا؟ يا ريت تنصحنا. كل دي اسئله كانت بتجيلي من يوم ما ابتدينا القناه لحد دلوقتي، وكلهم نفس السؤال ونفس الاجابه اللي انا هجاوب عليها النهارده، اللي هي عقد العمل. واخر سؤال جالنا عن الموضوع دوت كان من صديقنا محمد صلاح، مش محمد صلاح طبعا لاعب الكره العظيم، لا، شاب اسمه محمد صلاح من اخواتنا هنا في القناه. بعت لي الرساله دي وانا وعدته ان انا هعمل فيديو مخصوص عشان خاطر ارد على السؤال بتاعه ده، لان طبعا السؤال دوت اتكرر عليا كتير جدا، بقالنا داخلين في سنه. فانا بصراحه حبيت اعمل فيديو دوت عشان ارد على كل الناس، عشان اي حد جاله عقد العمل اللي هو مقابل المال ده يخش يتفرج على الفيديو على طول، ما يستناش اي حد يضحك عليه. صديقنا بقى محمد بيقول ايه؟ بيقول لو قدامي عقد عمل في ايطاليا ب 170 الف جنيه اخده ولا لا؟ طبعا الراجل محتار، يدفع 170 الف جنيه ويجي له عقد العمل ويسافر ايطاليا ولا لا؟ طيب بص بقى يا صديقي، الاجابه بتاعتي ديت انا ما اقدرش اجاوبك اجابه واقول لك خد او ما تاخدش. يعني انا ما اقدرش ان انا احكم واقول لك انت تاخد العقد دوت وتدفع 170 او ما تاخدوش، بس انا هديك قواعد اساسيه ومهمه عشان ما يضحكش عليك انت وبقيه الشباب اللي بيجي لهم الفرصه ديت، وما يضحكش عليكوا ويطلع فيه نصب. اولا بقى يا صديقي الصدوق، اوعى تدفع جنيه قبل ما تستلم الفيزا بنفسك. يعني انت حد قال لك هتدفع فلوس وتاخد عقد عمل تسافر بايطاليا، تمام؟ انت ما تدفعش جنيه ولا مقدم ولا اي حاجه. اوعى تطلع جنيه من جيبك وتدفعه لاي حد حتى لو انت كنت واثق فيه، لان الموضوع ده فيه نصب كتير جدا. فانت اوعى تطلع جنيه تدفعه لحد من جيبك لحد ما تتاكد وتروح تستلم الفيزا بتاعتك من السفاره الايطاليه الموجوده في بلدك. ليه بقى؟ لان انت في ناس كتير ممكن تاخد جواز السفر بتاعك وتضرب فيزا، يعني تديك فيزا مزوره، ويقول لك انا هروح انا اجيب لك الفيزا وانا هجيب لك عقد العمل. ماشي، عقد العمل هو ممكن يجيبه لك، الفيزا لازم انت بنفسك تروح السفاره تتاكد من صحه الفيزا دي، لان ممكن اي حد يقول لك انا هجيب لك الفيزا ويديك فيزا مضروبه وتديله الفلوس، وبعد كده ولا تعرف تسافر ولا اي حاجه. وده هيسبب لك مشكله، ان انت هيتثبت بعد كده ان انت انسان مزور. مش هيجيبوا مين اللي ضحك عليك، هيجيبوا ان انت اللي زورت عشان تسافر، وممكن توصل للسجن والغرام. اول نصيحة كده زي ما بقول لك، اوعى تدي جنيه لاي حد غير لما تروح السفارة الايطالية الموجودة في بلدك وتتأكد من صحة الفيزا دي، حتى لو كان شخص انت متأكد منه جدا وواثق فيه. حاجة يا سيدي برضه لازم اعرفك عليها، وهي شوف يا صديقي، لازم تبقى عارف المصاريف اللي انت هتصرفها زي الفلوس، تمام، والمجهود اللي هتبذله، هل ده يستحق انك تسافر فعلا ولا لا؟ يعني هل انت ولما هتوصل ايطاليا هل الراتب بتاعك والحاجة العقد اللي انت اتفقت عليه، يعني الراتب بتاعك والمعيشة بتاعتك هناك هتكون فعلا مجزية بالنسبة للمجهود اللي هتعمله ولا لا؟ لان خلي بالك في ناس كتيرة لما بتسافر على عقود عمل، تمام، مقابل الفلوس زي ما انت ما هتعمل، ما بيسافروا الراتب اللي بيكونوا اتفقوا عليه قبل ما يسافروا لما بيوصلوا ايطاليا بيلاقوا الراتب اقل من كده. يعني هما بيتقال لهم مثلا هتاخد مثلا 1000، فيروح مثلا يلاقي 600 700 500 الارقام دي. دي نقطة. النقطة التانية، هل فعلا في سكن ولا لا؟ لان لو ما فيش سكن انت هتحتاج فلوس عشان تسكن.
لان طبعا لو انت ما تاكدتش ان في سكن لازم معاك فلوس، لان في ناس كتير سافرت وما لقتش السكن ونامت في الشارع تحت الكباري. ولازم تخلي بالك يا صديقي ان انت مجرد ما خدت قرار السفر وحجزت طيارتك وجهزت شنطتك عشان تسافر، مكانك ما بين اهلك وما بين اصحابك وحبايبك هيبتدي يتنسي. يعني كده هتبتدي تتنسي مع مرور الوقت. انت هتبقى مشغول وهم مشغولين، طبعا انت في بلد هم في بلد، هم في حياتهم وانت في حياتك. تمام، دي حاجة. تاني حاجة، انت بره في الغربة لوحدك، لو تعبت او جرى اي حاجة او اي مشكلة، اعرف ان انت هتكون لوحدك، مش هتلاقي اهلك وصحابك والناسك كلهم واقفين وراك، انت هتلاقي نفسك لوحدك. دي نقطة. فانا عايزك كده يا صديقي تحسبها، تشوف هل فعلا السفر ده والعقد العمل اللي انت عايز يعني تقدم عليه ده وتدفع فيه فلوس وتبذل مجهود والكلام ده كله، هل فعلا يستحق ان انت تلغي على كل الامور دي؟ يعني انت تشوف هل ده كله مجزي، يعني هل الراتب بتاعك دوت مجزي لدرجة، والمعيشة بتاعتك بره مجزية لدرجة ان انت كل ده يحصل معاك، اللي هو مثلا تدفع فلوس مثلا 170,000، تمام، وتسيب اهلك وتسافر الكلام ده كله، هل ده كله الراتب والمعيشة اللي انت هتعيشها بره ده يستحق؟ لان خلي بالك العيشة في اوروبا مش سهلة ومش جميلة. انت بتشوف على النت اشجار ورسومات في الشوارع، مناظر طبيعية جميلة وناس طيبة جميلة وكل الامور دي، وطبعا بلد متقدمة اللي انت هتروحها وفيها كل الامور، بيعاملوك انك انسان، كل ده مش عليه خلاف. بس انت ما تعرفش اللي جوه، لانك انت مجرد ما هتخش جوه البلد نظرتك هتختلف نهائي. يا صديقي انا مش بعقدك ولا بقول لك اي حاجه، انا بكلمك من الواقع، لان ما ينفعش ان انا اضحك عليك واقول لك ايطاليا جميله اهلا وسهلا تعالى لازم تيجي لازم تشتغل لازم تعيش لازم تعمل. انا بقول لك ايطاليا بلد جميله، بتعاملك انك انسان، ما عندهمش العنصريه قوي زي في بعض البلدان، تمام. غير كده اصلا، غير كل دوت، هيتعامل معامله كويسه، الشوارع نظيفه، الناس طيبه، الناس بتتعامل معاك كويس جدا، تمام. بس لازم تخلي بالك من نقطه، اوعى تدي ثقه لاي حد. يعني انت هتبقى راجل هنا جاي لوحدك، تمام، اوعى تدي ثقه لاي حد، اوعى تتعامل بثقه مع الناس، لان الناس هنا لئيمه جدا. انا مش بكلمك على الشعب الايطالي كشعب ايطالي، الشعب لطيف جدا، انا بكلمك لان انت مجرد ما هتيجي هنا هتلاقي من كل جنسيات الارض موجودين هنا في ايطاليا. فانت لازم تاخد حذرك كويس جدا. ممكن حد يضحك عليك، ممكن حد يعني يتعامل مثلا معاك معاملة ان هو كويس معاك وكده، وبعد كده يعمل اي مشكلة معاك. فخلي بالك، اوعى تدي ثقة لاي حد طول ما انت لسه جديد هنا في البلد، لحد ما تعرف البلد دي ماشية ازاي. وكمان نقطة يا صديقي لازم تاخد بالك منها، وهي ان مش كل الناس بيحالفها الحظ هنا. يعني مش كل الناس الحظ بيحالفها في اوروبا وبتبقى معاها فلوس وتبني، ترجع مثلا تبني عمارة وتشتري حتة أرض في بلدك وتبني العمارة وتفتح مشروع والكلام ده كله. في ناس كتيرة هنا جدا بقالها سنين مش معاها حتى تمن التذكرة إنها ترجع بلدها تاني. فخلي بالك مش كل الناس بيحالفها الحظ، طبعا لأن كل ده بالتوفيق من عند ربنا. يعني ربنا هو اللي بيوفقك. لو أنت فعلا إنسان مجتهد وجاي تشتغل وجاي تاكل عيش، أكيد ربنا هيوفقك. جاي تهزر وتلعب وانت بقى دخلت عالم جديد وحياة جديدة، فاعرف ان انت مصيرك هيبقى الضياع. فنصيحة ليك يا صديقي، انت لما تيجي البلد ديت تيجي عشان تاكل عيش وتاخد حذرك من الناس كويس جدا، لان الناس هنا بيتعاملوا بخبث شديد. انا مش بتكلم على الطلاينة، انا بتكلم على الجنسيات الاخرى. طبعا يا صديقي انت سيد قرارك، يعني انت اللي تقدر تقول اسافر او ما اسافرش. فانت لازم تفكر في كل نقطة من دول. ايطاليا هتقدم لك مثلا معيشة كويسة، معيشة نظيفة، بس انت بقى في المقابل ده كله في عندك ضرائب عالية جدا، في عندك ايجارات غالية جدا، في عندك يعني تقريبا الحياة في ايطاليا غالية، ما فيهاش مثلا غير الاكل هو اللي نوعا ما رخيص، الشرب نوعا ما رخيص، تمام. يعني مثلا الملابس ممكن تجيب ملابس رخيصة، مش شرط يعني تروح تجيب الماركات وتعيش عيشة عملاقة يعني، او مثلا ملابس غالية. لا، انت ممكن تلاقي الملابس هنا سعرها كويس تقدر تجيبه، الاكل تقدر تاكل كويس، الشرب تشرب، لكن الايجارات، الضرايب، المصاريف اللي انت هتصرفها غالية جدا جدا وحياة مرتفعة. يعني مقابل الراتب بتاعك المعيشة اغلى من قيمة الراتب نفسه. يعني الراتب اللي انت تستلمه، المعيشة نفسها، المصاريف اللي هتبقى عليك هتبقى اكتر من كده. صديقي انت اللي ليك القرار، هتسافر او مش هتسافر.
انا كل اللي عليا ان انا اديتك نصيحه، ما اقدرش اقول لك خد عقد العمل وسافر. ممكن تيجي تسافر تلاقي بره كلام غير اللي انت اتفقت معاه مع الناس، فانت عارف وضعك ايه. انت اللي عليك تفكر انك تسافر او مش تسافر. انا بس اديتك بعض الخطوات انك تفكر فيها كويس. بتكونوا استفدتوا من الفيديو، واستنونا في الفيديو القادم. وما تنساش اشتراك في القناه، مش هيأثر عليك بأي حاجة خالص، يعني مش هيأثر بالسلب عليك لما تشترك في القناة. بالعكس احنا يعني انت بتدعمنا عشان خاطر احنا يعني نقدم لك معلومة انت تستفاد بيها. الجرس بتاعك عشان يوصل لك كل اشعار احنا بننزله، وكل فيديو احنا بننزله يوصل لك الفيديو، واللايك الحلو بتاعك. اشوفكم على خير. سلام.